السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا حبايبي. النهاردة بقى يا حبايبي انا جايبة، انا بالنسبة لي اكلة العشق. ايوه، اكلة العشق الخرشوف ده. انا عن نفسي بعشقه. الخرشوف ده يا جماعة طبعا احنا عارفين ان هو اكلة شتوية. الخرشوف ده كله حديد، يعني فعلا مفيد جدا بالنسبة للناس اللي عندها انيميا. فالناس اللي عندها انيميا لازم تنتهز الفرصة في الشتاء تاكل منه على قد ما تقدر، لان طبعا الحاجة الطبيعية احسن من الادوية. فده فيه نسبة حديد عالية جدا يا جماعة. فان شاء الله انا هعمله معاكم وهنضفه وهفرزه معاكم برضو، عشان برضك نشوفه بيتفرز ازاي ويتحفظ ازاي. بس بالنسبة للناس برضك اللي انا بقول لهم عندهم انيميا، يا ريت ياكلوه كده فريش زي ما هو كده، يقشروه ياكلوه فعلا بجد تحفة. وبيقوي الحديد بطريقة رهيبة يعني. بس قبل ما نبتدي طبعا هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قبل ما ابتدي هكون محضرة مية زي كده، وهنزل بيها بحبة ملح. عندك ملح الليمون، عندك ما عندكيش حطي ملح عادي، وهتحطي زي حبة دقيق كده، وهتعصري كمان ليمونة في المية دي. انا ما عنديش ملح الليمون، فطبعا رحت عصرة ليمونة زي ما انت شايفة كده، زي ما انت شايفة يا حبيبتي. المية دي بقى هتساعد الخرشوف ان هو ما يسمرش، يعني لغاية ما تخلصيه ما يسمرش منك. هقلبهم كده في قلب بعضيهم كده زي ما انت شايفة يا قلبي، بس كده عشان لما انضف الخرشوف انزل بقى ايه فيه. بصي بقى يا قلبي، اهي الخرشوف اهي. طبعا انا لبست جوانتي في ايديا عشان طبعا الخرشوف بيسود الايد، عشان الحديد اللي فيه تركيزه زي ما قلت لكم عالي. هبتدي كده، حاولي بصي ما تنتشيش دي كده، يعني خليها تتنيها كده عشان اللحم بتاعها يفضل فيها، فاهماني؟ بصي يا قلبي كده اهو اهو، تفضلي تعملي كده. بصي اللحم ده انا عايزاه هنا كده، لو شدتيها كده هتسيب اللحم وهتاخد اللحم وتطلع اهو زي ما انت شايفه كده. بصي اللحم اهو كده يا قلبي، هو بيتعمل بطريقه سهله سريعه. بصي يا قلبي اهو. طبعا الخرشوف ده هتشيليه في الفريزر، هتعملي مثلا اكلة خرشوف باللحمة المفرومة معاها بطاطس، هتعملي مثلا تحطيها في شوربة خضار، طلعي تقطعيها كده صغير لشوربة الخضار. بصي يا قلبي اهو، تلفي كده اهو. كده يا قلبي تفضلي تعمليها يا قلبي. انا اهو زي ما انت شايفه اهو، شلت اللحم كله اهو. هبتدي اقطع من هنا كده الجزء اللي تحت ده، ماشي؟ تنضفي كده زي ما انت شايفه. شيلي بس ايه، هو عامه دلوقتي لسه طالع، تعتبر اللحم بتاعه طري، لكن انا بكلمك ممكن تشيلي كل ده لما تجيبيه وتلاقيه ناشف منك او ناشف معاكي يعني كده يا قلبي. شيلت اهو كله اهو، تمام يا قلبي. وهبتدي بردك اساوي من هنا. انا مش عايزه السور بتاع اللحم بتاعه يقل كتير، عشان انا عايزه لما احط فيه لحمه يبقى يتحشى حلو. هنا لو ما عندك معلقه بقى، عايزه تطلعيه بمعلقه، عايزه تطلعيه بسكينه،
اللي انت عايزاه. انا عندي معلقه اهو، هحاول اطلعه زي ما انت شايفه كده، بس بيطلع معاكي بكل سهوله ازاي اهو 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 يا حبيبي، زي ما انت شايفه كده زي الفل اهو. هتاخديه بقى تحطيه في الميه هنا، الميه اللي بالليمون والدقيق، تحطيها كده وتعملي بردك بقيه الكميه بنفس الطريقه يا قلبي. بقى يا روحي انا كده هنا خلصت خلاص تنظيف ال5 خرشوفات اللي انا كنت جايباهم، وحطيتهم في المحلول اللي انا كنت عاملاه، واهو يا حبيبتي زي الفل زي ما انت شايفه اهو. تمام يا قلبي اهو زي القشطه اهو. تمام كده. بصي بقى هنشوف بقى هنعمل ايه عشان التخزين. انا عشان افرزه اشوفه هعمل ايه. ده بقى التفريز اللي انا هعمله معاكي ده دلوقتي، ده هيخليكي تحتفظي بيه من السنه للسنه من غير ما يسود ولا يحصل له اي حاجه. هتطلعيه تعمليه باللحمه المفرومه، هتطلعيه هتعمليه في شوربه خضار، يعني ايا كان اللي هتعمليه هتلاقيه جاهز والاستعمال على طول. هنا يا حبيبه قلبي جبت المحلول اللي انا كنت ناقعه فيه الخرشوف، حطيته على النار. هنزل بقى بالخرشوف فيه بعد ما غلت الميه زي ما انت شايفه كده. هسيبه حوالي يعني من 7 ل10 دقايق مش اكتر من كده، ياخد بس غلوه من 7 ل10 دقايق يا حبيبتي. كده اهو يا حبيبتي بعد ما غلى غلوتين كده زي ما انت شايفه اهو، مش اكتر من كده، حتى ما عداش عليه ال10 دقايق زي ما انت شايفه كده يا قلبي. هطفي بقى عليه واحطه على طول تحت ميه ساقعه تحت الحنفيه اهو يا قلبي. افتح عليه الحنفيه اهو وانزله على طول ياخد صدمه تحت الميه الساقعه زي ما انت شايفه كده. زي ما انت شايفه كده يا قلبي. دي احسن طريقه تخزني بيه الخرشوف وما يسودش منك ويقعد معاكي من السنه للسنه زي ما انت شايفه كده يا قلبي. اهو يا قلبي الخرشوف بعد ما هدى خالص، من بعد ما شطفته بالميه الساقعه، بعد ما هدى خالص زي ما انت شايفه كده ابيض قشطه اهو. يا دوبك سواه حاجه بسيطه تكه بسيطه بس كده، ان هو يعني اخد زي من 7 دقايق ل10 دقايق في الغليان، بس انا مش عايزه اكتر من كده. هبتدي بقى يا حبيبتي انا اكيسه. عايزه تحطيه في اطباق فيلم حطي، عايزه تحطي في اكياس زي ما انا هحط كده حطي، حسب راحتك وحسب المتاح والموجود عندك زي ما انت شايفه كده يا قلبي. برضك هطلع منه الهواء تمام خالص كده واربطه، وزي ما انت شايفه كده يا قلبي كيس الخرشوف اهي، تحطيه في الفريزر وتاكليه يا حبيبتي في الهنا يا رب. يا رب يكون طريقة التخزين النهاردة عجبتكم أو التفريز عجبتكم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.